تمكنت السلطات الأمنية في مصر من اعتقال صاحب موقع إيجي بيست بتهمة التورط في مخالفة قوانين حقوق الملكية الفكرية بغرض تحقيق ربح مادي. وأفادت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة بأن التدخل الأمني ضد مالك موقع إيجي بيست نتج عن تحقيقات كشفت أنه يمتلك ويدير 28 موقعاً إلكترونياً مختصة ببث محتوى درامي وسينمائي مقرصن من مختلف الشركات الإنتاجية والهيئات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية. ولم يتم الكشف عن اسم مالك المواقع المقرصنة، لكن الأجهزة الأمنية اكتفت بنشر صورة له أثناء القبض عليه مكبلاً مع التعتيم على ملامح وجهه. وأثناء القبض على المتهم، عثر بحوزته على جهاز لإدارة المواقع الإلكترونية التي يديرها، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومحفظة إلكترونية، وعدد من الحسابات الإلكترونية، وسيرفرات محملة بالأفلام والمسلسلات المقرصنة، وثلاث بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك، وراوتر لربط الأجهزة بالإنترنت. كما تم العثور على تحويلات بقيمة 300 ألف جنيه خلال 3 شهور عبر فودافون كاش، و180 ألف دولار و20 ألف يورو على منصة باي بال بحوزة المتهم. وسارعت الأجهزة الأمنية المصرية لاتخاذ الإجراء الرسمي بحقه، وتولت النيابة العامة التحقيقات الأولية معه، حيث اعترف بأنه يملك مواقع شهيرة لعرض المسلسلات والأفلام والمسرحيات المقرصنة. كما أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه أنشأ هذه المواقع بهدف تحقيق الربح المادي من خلال قرصنته أكثر من 2500 فيلم عربي وأجنبي ومسلسلات ومسرحيات حقق من خلالها نحو 13 مليار مشاهدة.